باعتبار ان انا يعني كده سنتين ثلاثه. لا يا هيثم كم شهر يا هيثم؟ كم شهر؟ الراجل بيقول لك لسه ما كملش 21 سنه. يعني هو بحبك وبس الاول نادم كانت في سنه 91، بحبك وبس 92 93 ووداع بوداع 94. يعني لو حجينا نحسبها النهارده يعني كانت اخرهم جميله صح؟ لا جميله كانت بعد كده بشويه يعني بحوالي 98 او 99. لا انا بتكلم على دول اللي هو اللي لسه فاكرينهم وانت غنيتهم بدليل انك لسه فاكر الكلام واللحن. انا ليا وجهه نظر معلش بالعامي البلدي شويه المصري، الحلو حلو لا قايم من النوم والوحش وحش بالظبط كده. لو يعني لو استحمى لو استحمى بالظبط اخليه ماشي غسل وشه كل يوم. لا بجد يعني هو بص العمل الفني بدليل ان النهارده في افلام ابيض واسود بتموتنا من الضحك وبنتابعها جدا، وفي اللي بتعيطنا وبنخلينا نقعد. العمل الفني او اي شيء فيه صدق ومصداقيه فيه حقيقه هيستمر ويعيش. ما فيش حاجه زي اليومين ده زي ما بسمع كتير، انا بسمع لان لازلت موجود ومتواجد الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بسمع كتير يقول لك اصل الناس مش عاوزه كده، اصل مش دلوقتي ده الذوق، اصل ما فيش حاجه اسمها ده مش اللون بتاعه يقولوا كده، ده مش لون، ده لوني ومش لوني لا لا ده كلام فاضي، ده كلام فاضي يعني تماما. لانه طول عمرنا محتاجين نسمع ام كلثوم، وطول عمرنا محتاجين نسمع في نفس الوقت شكوكو، ومحتاجين شعبان عبد الرحيم، ومحتاجين عمرو دياب، ومحتاجين عبد الحليم. يعني طول عمرنا هنفضل النفس البشريه مستعده لتلقي، وربنا خالقها في احسن صوره واكبر واوسع مما نتخيل، بتتلقى كل شيء، بتتواصل مع كل شيء، بس الصادق والحقيقي والمظبوط. المخادع بيبان، الكذاب بيبان، المتملق واللي ملوش في الشغلانه ودخيل عليها بيبان. والله بس مش كلهم بقى يبان. لا لا لا, لا بيبان والله مش ولو بعد حين مستمره وبنجاح وبتفوق واخده مرتبه عاليه في الموضوع. ما احنا لسه قايلين بالتملق والزيف وكل الكلام ده. ما احنا لسه قايلين مش معناته ان انا متواجد بكثره اليومين دول خصوصا بمفاهيم النهارده ان ده نجاح. لا، متواجد النهارده بكثره يعني ورايا جهات تمويل، ورايا جهات محسوبيات، ورايا واسطه، ورايا معرفه، ده مالوش دعوه بالنجاح. النجاح ان انا اكون المتلقي هو اللي عاوزك، متلهف عليكي، بيدور عليكي، بيشتريكي، زي ما في السينما في شباك ايرادات هو اللي من خلاله بنقدر نقيس نجاح الفيلم وحب الفيلم والفيدباك اللي حاصل، رد الفعل اللي حاصل على العمل. لازم يكون عندنا شباك في كل المجالات الفنيه الثانيه عشان اقدر اقيم واحدد مين اللي ستار بجد، ومين اللي نجم بجد، مين اللي ناجح بجد، مين اللي بحب بجد. والا العمليه هتبقى تايهه زي ما احنا فيها اليومين دول، وديكي بتقولي هي تايهه فعلا. وعلى فكره في حاجه هنا يعني هي صحيه ومش صحيه في الوقت الحالي. ان على قد ما هي تايهه فحصل نوع من اللامبالاه عند الناس. يعني تبص تلاقي انا بزعل لما بقعد في كافيه، بقعد في حته وبص الاقي الدش شغال في الشاشات بلازما عملاقه ما كانتش موجوده. خير وبركه، دي حاجه شيك قوي. اغاني شغاله فيها او برامج او مسلسلات، والناس بتاكل وتشرب وبتشرب شيشه ولاهي، او الدي جي كمان مصاحب، فتبص تلاقي شاشه شغاله في حاجه والدي جي في حاجه والناس بتعمل حاجه ثالثه. ده كله ان ده اللي بيدل على يعني معلش قله ما يقدم، ضعفه. لانه هو لو بجد كويس، لو الكتر اللي مش مبرر، لا كتر مش مبرر، كتر كتير عشان كتير قوي مش كلها كويسه. بالعكس انا جدا مع الكتره، بس لما تكون بفايده. قول لنا بهاء نستنى منك ايه في 2010؟ 2010 ان شاء الله زي ما قلت لك الشباب الجداد دول، واحتمال صوت او اتنين نسائي، وعمرو ربيع. واحتمال صوت او اتنين نسائي، منهم فنانه هم كانوا اخوات اتنين ديو بس حاليا تقريبا هينفصلوا، فاحتمال اعمل يعني عمل لفنانه اسمها منى. وفي صوت تاني ان شاء الله هيكون من بلاد الشام برضو نسائي. وان شاء الله حجازي متقال هيبقى تاني عمل بعد العمل اللي فات اللي هو كان حاجات من شغل والده. لون مختلف خالص. لون مختلف. ما هو ده اكبر دليل على انه احنا محتاجين كل الالوان في نفس الوقت. المهم يكون بقدمه بصدق وبوجهه نظر انا وعيلها ومقتنع بيها. توفيق ان شاء الله يا بهاء. سعداء بوجودك معانا جدا النهارده. انا مبسوطه قوي ان انت كنت موجود معانا. انا بس عايز افتكر لكم ان اول برنامج في حياتي كلها اعمله كان التتر بتاعه من الحان وتوزيع النجم بهاء حسني. عشان كده ده كان من سنتين طبعا. من سنتين ربع علينا يعني. ايوه عشان كده انا هفضل مرتبط بيه نفسيا، لان اول حاجه عملتها في حياتي كان مشارك فيها من غير اي حاجه خالص في الحياه، كادو فري. شاف مجموعه شباب بيعملوا حاجه فحب يدعمهم. عشان كده عايز اقول حاجه تانية، اي واحد شاطر في اي حاجه في الحياه، في المجال الفني، في غنى، في تلحين، في بس يكلمني او يجي لي. لا، يعرف ان في ناس زي بهاء ممكن تكون بتتابع
وبتدور وممكن تاخد لمجرد الموهبه. احنا بنشكركم. عايزه اقول ان انا برضه بشكر بقى، انا مبسوطه ان انا كنت معاك يا هيثم بجد. ده اقل حاجه عندي، انا متاكد من كده. نجم يا هيثم، انت نجم والله. مبسوطه قوي ان انا كنت موجوده طبعا مع حضراتكم ودايما موجودين مع نجوم وجمال موجودين منورين السما بتاعتنا، سما الاستوديو بتاعتنا. ميرسي جدا للمطرب الملحن الجميل كل سنه وانتم طيبين وكل مشاهدينكم طيبين. تعالى بقى احنا عايزين مسك الختام بتاعنا هو اغنيه بتاعتك. يلا هنختم مع بعض ونسيبكم ونشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. يلا يا ابو رمش جحيم وانا مالي من الناس، انا مالي ما يقولوا وانا مالي ما يقولوا يا ليه حبيت وانا مالي وانا ولا على بالي غيرك انت يا غالي يا ابو رمش كحيل. وانا مالي من الناس، انا مالي ما يقولوا وانا مالي ما يقولوا يا ليه حبيت وانا مالي وانا ولا على بالي غيرك. المصريين يمرون من هنا